بالكرة الحلوة وزي ما كمان العصر بتاعها. ماشي. وانا بقول للمنصه الكريمه اهلا وسهلا بكم، نورتوا جميعا، نورتوا المنصه الكريمه اهلا وسهلا بكم، وارحب بالسيد النائب علاء طاحون اهلا وسهلا بكم، ومعه الكابتن صلاح اليكم الكلمه. يا سيدي امرك يا سيدي كابتن صلاح عبد الله، المتعه والاثاره، هنا الجمال، هنا العشق، هنا الحب، هنا دورة الروح الرياضية 2024 بملعب مخالي. إليك يقول العيل الصغير ده عاوز يتعلم وعاوز يعرف أساسيات كرة القدم، لازم تجيب له كابتن كبير يعرف يلعب، يتدرب في أندية، يعرف يظبطها ازاي، ويكون مصلحته على بلده في المقام الأول. ادي واحدة ناحية الشمال على طول، ناحية الشمال الأمامية، الفريق الطلياني بقى بحاول أبستان والإيقاعة وتاني هذا مخالي. يلا شوطوا بقى هناك يا جدع، يلا يا جدع هتجيب. هي التسديدات اللي بتجيب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، التسديدات هي اللي بتجيب. الدهشان كان في لعيب شامة كتير اسمه محمد الدهشان في حياتنا، لاهل شامة طبعا. ادي واحدة تاني ومعدي محمود، ومحمود نايم وبيلعبها امنية، لكن برضه بيبقى يا ولد واحد اتنين كده دفاع فاهم وبتروح لحارس المرمى. يلا يا عنان يا راجل، وتضرب نخلة. الدفاع مش عاوز فلسفة، مش عاوز فلسفة. وادي واحدة ناحية الشمال ومحمد رشدي. يلا يا ولد يا محمد رشدي جاي في الملعب. يلا يا محمد كويس، بس عاوز ده يكبر شوية. يا سلام يا سلام لمصطفى يا زايد والماء ومعدي وتروح مرة ثانية. يلا يا محمد بيحاول يبحث كده عن المنفذ ومعدي، ومين اللي فتح له بقى ومين اللي بيديله؟ حماده ونادي يديله فرصته. حماده ونادي طبعا حكمنا الكبير ابن نيجيريا، ومخرجنا الكبير انور السيد ابن نيجيريا، ومعلمنا الكبير فريد ابن نيجيريا. يعني نيجيريا مساء محمد عاوزه في البعيده، وننتقل اللقاء. شكرا يا كابتن صلاح عباس على هذا التعليق المتميز، ولكن كابتن صلاح قبل اي شيء لابد ان نرحب بمعلمنا الرجال يا ساده، دائما ما نجد المتعه، دائما ما نجد الاثاره، دائما ما نجد التنظيم المختلف، دائما يا ساده كابتن رشدي كده ما ينفع الحضور هنا يا ساده داخل المونديال وخارجه في عالم الرياضه. طبعا له كل الشكر والتقدير نرفع له القناعه جميعا وزير الرياضه في المنطقه كابتن رشدي على هذا الحدث وهذا المونديال وهذا الاحتفال العالمي الكبير. اذا كان للشباب اخيرا وهذا المونديال وهذا الدوري وراعيت اسما من الروح والاخلاق، دائما يا ساده نجد هنا في مكان المتعه وهذا عندنا كوريا وشم على يسار المنصورة الرئيسية وكوريا الاسد. التعليق ولا اروع مخرج على الرواع اللي طور من اللعبة تماما في محافظة المنوفية، فخر بلدنا وكابتننا الكبير وعمي وكابتننا كابتن انور السيد اللي ادى للعبة طعم ورائحة وكنا القدام في سبوقها محافظة المنوفية وخلوة الدرجة الثانية والدوري والممتاز به دائما تتجول في كل مكان كابتن فريد. واخد من كلامك عمي انور اطال الله في عمره وسدد على الهادي خطاه وربنا يبارك لنا فيه طبعا، ووصل كده جدا في ملاعب كرة القدم، ولكن معنا معكم نجوم الزمن الجميل، نجم من نجوم الزمن الجميل دائما كابتن احمد الشماع. اهلا ومرحبا بهذه الاسطوره الجميله ويكون الميكروفون لكابتن صلاح عباس. كابتن احمد الشماع، اتفضل يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. بالنسبه للريال ربنا يبارك لك، انا طبعا سعيد جدا بوجودي مع قوميه كبيره ولا يجوز لي التحدث في وجود رساله كلمه واحده المحليه نتيجه الكبرى بالراحه البدنيه الاستاذ اشرف دياب، طبعا وكيل وزاره التموين في بلوك ووزير السليان وكل وزاره الحدود الاستاذ سامي
والقناص وايضا الايقونه والنجم الجميل طبعا محمود فؤاد. عاوز تقول قول. شكرا كابتن رشدي، كابتن محمد علاني. بروح طبعا بحسن مطاوع نتاج شعبان يا حسن، شعبان السن نتاج انا فاكر. طبعا بروح بكابتن حسن مطاوع وعبد الباشا في ملعب اللقاء. والنهارده سلامات يا صعيدي، سلامات يا صعيدي. هذه النتيجه مسالب التعادل بدون اهداف، بدون اهداف. باين حاجه واحده كانت عاوزه تروح يا ولد يا ولد يا واد دماع وواد صاحي. ماتش مهم بالنجوم اللعيبه الكبيره اللي عاوزين نتفوق في حياه اسلام عواش وعايشين من امبارح النهارده يا اسلام. انا مالي يلا يا نخالي هتعملها، نخالي هتعملها ومعدي وفايت. يا سلام يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. مصطفى يا سيد بيلعبها امريه على طول لاسماعيل ومعدي يا ولد. يا سلام يا سلام يا سلام. في ايدك غصب عنك قضاء وقمر، بس بيني وبينك انقذت هدف اكيد، انقذت هدف اكيد. لو كانت عدت كان الواد مستنيها محمد ايمن وهيجيبها. ادي ضربه حره هيلعبها اسلام على درجه 9. يلا يا اسلام. وعلى ذكري مخالم شمه الكلام بقى والاخوان. محطه شمه في القطر هي محطه مخالم، هي المحطه الرئيسيه لمخالم محطه شمه. اذا الاثنين اخوات والاثنين شركاء. ادي روح يا وتخبط تاني وترد. يلا يا دي حماده، حماده تاني، حماده يلعب. يلا يا حماده. لكن وحشه يا حماده ان يخطف اي فريقين هدف الان هيقتل المباراه. هدف هيكون صعب تعويضه يا كابتن صلاح. اللاعب رقم 30 فعلا هو شدد اعجاب الجماهير وكل الناس اللي موجوده في الملعب. كابتن ماهر النحاس ايضا. هذه بقى هي ركنيه من الجهه اليمنى لفريق ايطاليا بيبحثوا عن اولى الاهداف وعن اولى الصيحات هنا في هذا النهائي. الهدف سيكون صعب تعويضه. نعم هدف سيكون صعب تعويضه. كابتن جمعه حسن، كابتن جمعه حسن مفتاح البوابه. كابتن جمعه حسن على طول الكوره بتعود فين الاهداف يعدي ولد ولكن ركنيه. كابتن صبري قدم وهدف البطوله. هدف سيكون غالي جدا. ادي كره في اليمين. خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا ولد. الدفاعات بقى ممتازه. عزاري والدفاعات مش ممكن ومسيره خطيره. الطوفان الاسود ولكن الدفاعات قدم وهدف البطوله. هدف سيكون غالي جدا. ادي كره في اليمين. خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا ولد. الدفاعات بقى ممتازه. عزاري والدفاعات مش ممكن ومسيره خطيره. الطوفان الاسود ولكن الدفاعات من رسال لفريق ايطاليا. ادي الكره الاماميه السلام الاعلى الولد العالمي. ولكن الدفاعات بيلعبوا بالنار ولكن مع صقر الثالث احداث الشوط الثاني وليس اللقاء الاول. استاذ احمد ياسر وحزب مستقبل الوطن ومالك منوف. كل الشكر للاستاذ محمد الفرماوي والاستاذ يسرى عمرو وايضا الاستاذ سيد سلام المدير المالي والاستاذ بسام وكابتن كمال اسماعيل واسماعيل الجبر. طبعا مدير شؤون التنفيذيه والتربيه والتعليم. اول ضربه ايطاليا داخل ايطاليا على طول وعارف مرمى مكاني لكن جول مره ثانيه مع الاستاذ محمد علاني. والراحه ايضا بالاستاذ سيد شرقي. طبعا مدير مجلس المساعي المشكوره شبيب الحكومه. اهلا ومرحبا بك هنا في ملعب وساد لخم. ايضا نقدم شكر جلالي المستشار العسكري. اول ضربه المخالي داخل مخالي جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الضربه الثانيه لفريق دول ضربه مش عاملها ولا حاجه ولا تعملوا ضربه اسلام حواش. الضربة الثانية لصالح منتخب طاليا في هذا اللقاء. الضربة الثانية قدام حمادة اسلام وحارس المرمى استقبل الرقم 9 يسجل. الضربة الثانية لصالح مخالي لصالح ايطاليا انتصار. الضربة الثانية لصالح مخالي وكابتن ماهر النحاس. بنك الاحساس كابتن ماهر النحاس. الضربة
ثانيه لمخالي حسام عبد المجيد. ده مخالي هيقدم لنا ايه في مواجهه حارس مرمى ايطاليا، وطبعا ما زال التعادل الايجابي هيقدم لنا ايه هذا الراجل بفرصه جول. وسلام يا حسام عبد المجيد. جول جول جول، هدف التعادل لمخالي كابتن فريد. كابتن عبد الرحمن المشد. قبل طبعا عبد الرحمن المشد فين راحت الاستاذ محمد عباس مدير اداره الشباب والرياضه في منوفه. اهلا ومرحبا بكم هنا في مركز شباب مخالي وملعب استاذ مخالي، وضربه كابتن الثالثه مع فريق عبد الرحمن المشد. سيد مصطفى والضربه الثالثه. سيد يا ولد، سيد يا ولد والتسعين كوره بقى هي الحارس المرمى لو رجع معاه واحد مش هيقدر يعمل لها حاجه. ونروح للضربه الثالثه لفريق مخالي والكابتن صبحي. كابتن مارن الضربه الثالثه حاسمه، ولكن مع كابتن صبحي صح. الضربه الاخيره لمخالي وهو الثالثه طبعا على طول داخل. يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام. بالراحه دي طائره شمه تهبط الى ملعب اللقاء، وصاحب طبعا جماهير خطيره خلف شمه لخوض غبار المباراه اللي هي الحلم، هي دوله الروح الرياضيه مخالي صاحب الارض والجمهور وشمه. طبعا بص على الابطال كابتن مارن اللاعب رقم 30 ودائما وابدا ابرز لاعبي المباراه قد يهدر بفرصه